من كلام للإمام الرضا سلام الله عليه، وهو يقول لأحد أصحابه: يا ابن أبي ناصر، أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني بيوم الغدير 18 ذي الحجة وين ما تكون تعال إلى زيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب 60 عام أيها الأحبة، ويعتق من النار في يوم الغدير ضعف ما اعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر. والدرهم فيه، أي في يوم الغدير، والدرهم فيه ب1000 درهم لإخوانك العارفين، يعني تصدق به أو تسوي لك مأدبة طعام أو غير ذلك. فأفضل على إخوانك في هذا اليوم وسر، يعني فرح وسر كل مؤمن ومؤمنة. إلى أن قال الإمام سلام الله عليه: والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم، بين قوسين يوم الغدير أيها الأحبة، والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة كل يوم 10 مرات. فأينما كنت أيها العزيز تعال واحضر وزر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا تنسوني ووالديه من خالص دعائكم.